شخصية جواهر، شخصية الليمبي، شخصية عاطف، شخصية ميس انشراح، شخصية مستر درديري بتاع التاريخ والفرنساوي لحد ما يجيبوا مدرس فرنساوي. كل الشخصيات الكوميدية دي طالعة من فيلم كوميدي واحد مدته تقريبا ساعتين، هو فيلم الناظر، اتعرض سنة 2000. بعد ربع قرن لسه فاكرين الشخصيات دي وبتضحكنا، مع ان يا اخي دلوقتي 3/4 الكوميديانات زي علي ربيع كده ضرب في الشخصيات ومفيش شخصية واحدة احنا فاكرينها. يبقى فيلم الناظر ده بقى فيلم كوميدي يستحق اننا نقف عنده. فيلم الناظر بطولة علاء ولي الدين، حسن حسني، احمد حلمي، محمد سعد، بسمة، هشام سليم، سليمان عيد، حنان الطويل. اخراج شريف عرفة وتأليف احمد عبد الله. وشريف عرفة واحمد عبد الله اتعاونوا برضو بعد كده في فيلم فول الصين العظيم اللي برضو فيه شخصيات كوميدية كلنا فاكرينها، ابو موتة، المعلم جابر الشرقاوي، ام محي، ياما يا خرابي، وشخصية استاذ ممتاز. وهو ده بقى اول سبب من اسباب نجاح كوميديا فيلم الناظر، الشخصيات اللي مكتوبة اصلا علشان تضحك. بداية بقى من شخصية جواهر، الام خلقها ضيق وصريحة جدا، بترمي الكلام في الوش لدرجة انها ممكن تتخانق مع جارتها في عزا جوزها، بتتعصب على ابنها وهو في شحط كبير كده تقوم ضرباه على قفاه، بس برضه هي بتحبه وعارفة ان هو فاشل بس مصممة ان هو يبقى مدير المدرسة. تعمل اي حاجة، تشقط بقى حسن حسني عشان تحطه في جيبها، او تروح لمدير المنطقة التعليمية علشان تظبط ابنها مع بنته وتقول له بنتك فين اصل صلاح بيموت في النسوان. شخصية الاب صارم العصبي اللي بيشوط في كل الناس ويمشيهم بالعصايه، لدرجه ان لما هشام سليم خد منه العصايه ده جاب له جلطه وخلاه يموت. شخصيه الابن صلاح، رغم ان ضحك الشخصيه دي مقارنه بجواهر وبالاب يعتبر اقل، بس هي برضه شخصيه مخلوق لها ضحك، يعني شخص مقفول على طول عليه ما عندوش شخصيه، خلاه بريء وعفوي. راح مثلا فرح الليمبي قال له ده الراجل ده بيقول عليك انك معفن، تسبب في ان الجوازه باظ، نفسه يبقى صايع، نفسه يتعرف على بنات، وعشان ما عندوش شخصيه تلاقي مثلا حسن حسني يحركوه ويخلوه يلبس لبس ابوه عشان يبقى ناظر. شخصيه عاطف لا على طول بيضحك، حتى لما راحوا يلعبوا بلياردو وترنوا علقه برضه كان بيتضرب وبيضحك. وطبعا شخصيه الليمبي البلطجي ما عندوش اي ذوق، قوم مراته مكوش عشان يقعد صلاح ابن الناظر، بيصيع على عاطف وصلاح دول خام، فبيحاول بقى يقلبهم في فلوس ويبلطج عليهم وعرفكوا على موزس في سن الضياع. رغم انه بلطجي كده نشوفه بقى في اخر الفيلم، ما كان في ولد حقيقي بيبلطج في المدرسه وجابوه عشان يخلص عليه، طلع عيل وقال لهم طب انا هستاذنكم انا بقى بلطجي بس خلاني في الاخر اشوف ان ده نص كوم، زي دلوقتي يطلع لك البلطجي هو ده البطل وهو ده الدكر. شخصيه ميس انشراح عايشه في دور النهاليدي وبتتكلم انجليزي وبراون، بس في نفس الوقت هي ممكن تشرشح. مش بس بقى الشخصيات الرئيسيه، حتى الشخصيات الثانويه مكتوبه بشكل يضحك. جاره جواهر اللي كانت بتتخانق معاها في العزا، مدير المنطقه التعليميه اللي هو سامي سرحان، وشخصيه سليمان عيد المساعد بتاع حسن حسني اللي عارف ان هم بيسرقوا المدرسه بس ساعات لسانه بيفلت ويقول قدام الناظر ان احنا بنسرق. بما اننا بنتكلم عن الشخصيات ما ينفعش انسى خالص حسن حسني، ايقونه الضحك في السينما مش بس في الفيلم ده. الفيلم ده هو عامل شخصيه عبقريه، يعني هو طالع في دور الشرير، يعني المفروض حسن حسني في فيلم الناظر هو الفيلن، المفروض الجمهور يطلع كارهه، انت ما تقدرش تكرهه لانه في وسط الشر ده هو بيضحكك وبيرمي افات قويه جدا. ده كفايه بس الافيه بتاع يا استاذ ليمبي ما تلمبي نفسك شويه. وجود بقى الشخصيات الكاريكاتيريه دي يخليك تضحك حتى لو ما فيش افيه، وعلاقاتهم مع بعض اصلا تضحك. علاقه الحب اللي بين عاطف وميس انشراح اعظم علاقه حب عبثي معموله في الحياه، الحب اللي بين حسن حسني وجواهر، يقول لها كلام حلو فتبتدي تكح وبعدين تقوم تنطوا وتبوسوا وبعد كده تقول له كفايه يا استاذ سيد انا واكلك روم وممكن ابهدلك جنبي. جنب الشخصيات الكوميديه دي برضه شخصيات تانية بتلعب دور الجد، هشام سليم او بسمه، ورغم انهم في فيلم كوميدي هم ملتزمين بالشخصيات بتاعتهم، مش اللي هو بقى لازم نستظرف بما ان احنا طالعين في فيلم كوميدي ولازم كله يضحك. وحتى شخصيه مديره المدرسه اللي جنبهم الجد بتاعها بيضحكني من علاء ولي الدين، لما يقول لها يا اللي بابا كان بيشوط فيكي، ولما وقف في المسابقه ردح لها. اداء الحلو في الشخصيات سواء الكوميدي او الجد، ممثلين شاطرين. العامل الاساسي هو المخرج شريف عرفة اللي بيعرف يوجه الناس، مش في الفيلم ده بس، يعني برضو لو شفت فيلم فول الصين العظيم كان التوجيه فيه للممثلين كويس جدا. غير ان هو بيوجه ممثلين كوميدي حلو، هو مخرج دمه خفيف بيعرف يعمل كوميدي. فيلم الناظر من الجلده للجلده انت بتضحك، مفيش حدث غير وهو عارف ازاي يخلق ضحك فيه. بدايه بقى من الحته اللي في الاول المقدمه بتاعه التاريخ، ايام المصريين القدماء وتيخا
وبعد كده المظاهرات، ايه البواخه دي، يا سلام يا سلام يا سلام. يعني انت متخيل ان احنا شفنا مشهد في مستشفى وراجل بيموت بس بنضحك على الخناقه اللي بين الاب وبين جواهر، وشفنا مشهد عزا المفروض ده مشهد عياط يعني، لا هو استغل وحط فيه اعظم مشهد كوميدي تقريبا موجود في الفيلم، لما الليمبي خد عاطف وصلاح ووداهم بيت مشبوه عشان يعرفهم على بنات، هو خلق ضحك الست اللي جوه يا ست روسيه فهو مش فاهم الكلام. حتى المسابقه ويجيب لك بقى الفرق بين فريق البنات وفريق الولاد، مين ادعى حجاج عبد العظيم طوبه في مناخيره فالموضوع يتاخر. نهايه الفيلم بعد ما كل المشكله اتحلت هو جايب لك بقى وهو مراته بتولد وخلف عيل وكلهم شبه علاء ولي الدين والعيله دي ما بتخلص. وحتى في المشهد ده جايب لك جواهر برضه بتتخانق مع الجاره بتاعتها وتقول لها يا اختي انت ما دخلتيش علينا بكيس برتقال. دي اعظم حاجه ممكن تلاقيها في فيلم كوميدي. انا طول الوقت بضحك لانه انا داخل فيلم كوميدي عشان اضحك، مش زي دلوقتي بقى احنا نعمل بس الضحك في اول نص ساعه وبعد كده نحط رشه اكشن على رشه جريمه على رشه رومانسيه على لازم المشهد اللي البطل طالع فيه بيعيط او بيعمل دراما عشان هو عايز بعد ما يخلص الكوميديا محمد سامي يكتشفه في مسلسل جعير الناس الجزء الثاني. طب اتكلمنا عن الممثلين، لازم بقى نتكلم عن القصه. قصه الفيلم هي قصه بسيطه جدا، واحد مالوش فيها فجاه لقى نفسه مدير مدرسه، المدرسه بتقع منه ولازم يقومها فبيقرر انه يتحول وبيبقى شاطر وبيخلي المدرسه دي تقوم. ما تعتبرش قصه ملعبكه او قصه فيها يعني حاجه برضو مخليك قاعد مستني تشوف ايه اللي هيحصل وقاعد على اعصابك. هم خلوها حلوه من مواقف الضحك اللي اتحطت. اعظم حاجه في القصه دي ان هي كانت بتناقش موضوع هو موضوع التعليم، ان في فرق ما بين الناس اللي بتعلم والطلبه ودول مش فاهمين دول، فبالتالي الطلبه كرهوا التعليم وبيهربوا من المدرسه، فيجي واحد بوجهه نظر جديده ازاي نقرب الطلاب ازاي نحببهم في التعليم. يعني برضو رغم الضحك هو في رساله في الاخر بيوصلها لك وبيوصلها لك وانت مش واخد بالك، مش بقى باسلوب التنظير مدرسه محمد صبحي في اخر كام سنه اللي هي تخليك تقفل من الموضوع. من اهم مزايا الفيلم وفيلم نظيف رغم انه راح لحتت مش نظيفه، مفيش مشهد خارج ومفيش لفظ خارج، رغم هم راحوا لحتت ممكن نطلع قله ادب. راح الليمبي ما هو في رقاص، هو جاب لك المشهد ده انا بضحكك على الرقاصه. مشهد الديسكو بتاع جواهر ما جابليش بنات بترقص، لا دخلني على طول في جواهر لما طلعت هي ترقص وتغني. حتى لما راحوا بيت شمال المشهد ده كان كوميدي، ما ورانيش فيه بقى بنات بتضحك ولا بنات لابسه قصير. وحتى كان في مشهد لما كان عاطف وصلاح موجودين في البيت وجالهم انشراح وبسمه، المفروض ولدين وبنتين في شقه، وخلاني اضحك على ده حتى لما امه دخلت وقفشتهم مع بعض. برضو من الحاجات الحلوه جدا في الفيلم علاء ولي الدين الله يرحمه، كان نجم عنده قبول بجد، الناس بتحبه بجد. لما توفى في ناس كتير جدا زعلت عليه ولحد النهارده ناس كتير جدا بتترحم عليه. مش علاء ولي الدين بس هو اللي كان عنده قبول، كل الممثلين بامانه سواء ادوار كبيره او ادوار صغيره انت بتحبهم، وحتى لو مش بيضحكوا هم مش تقال على قلبك، فما تلاقيش في الفيلم حاجه تخنقك. يعني مثلا مش تلاقي في نص الفيلم كوميدي كده تلاقي فجاه مي عمر طلعت ولا ريهام حجاج طلعت. يا اختي اتكلمنا عن مزايا الفيلم، هل الفيلم ما فيهوش عيوب؟ لا اكيد فيه عيب، ما فيش حاجه كامله، بس عيوب لا تذكر. اكتر عيب هو وجود شخصيه بسمه. يعني انتوا عاملين شخصيات كلها تقريبا كوميديه من اصغر شخصيه لاكبر شخصيه، ليه ما نخلقش شخصيه البطله اللي البطل بيحبها هي كمان عندها مساحه ضحك؟ هل ده لان بسمه مش كوميديانه فما عرفوش يكتبوا لها حاجه كده؟ خصوصا ان في الفتره دي كانت كل الممثلات البطلات مش كوميديانات، بسمه، حاله شيحه، منى زكي، حنان ترك. بس كنت مستخسر طالما احنا بنعرف نكتب شخصيات كوميدي كانت ممكن كمان شخصيه البطله دي نعمل فيها حته كوميدي. دي بقى حاجه تانية، هي في ناس بتشوفها عيب وناس بتشوفها ميزه، ان كل الشخصيات شخصيات كاريكاتيريه، يعني مش هتلاقي شخصيه فيها خير وشر، ناخد خط واحد زي عاطف على طول بيضحك. انا بشوف ان ده مضحك حلو في الفيلم، انا في الاخر مش داخل اتفرج على فيلم لاحمد زكي، فبالنسبه لي انا دي ميزه. عارف انت بقى بالنسبه لك ودي تبقى ميزه ولا عيب؟ اكتبوا ده في الكومنتات. كالعاده طالما فيلم كويس احنا نسقف له بس ما نقيموش. ودلوقتي جينا لميعاد سؤال الحلقه، ايه اكتر افيه في فيلم الناظر انت فاكره؟ يلا اكتبوا لنا بقى في الكومنتات وخلونا كلنا نرجع نفتكر الضحك في الوقت اللي ما بقاش فيه ضحك للاسف. وفي سؤال تاني، في فتره الالفينات في فيلمين كوميديا من علامات الكوميديا، فيلم الناظر وفيلم جاءنا البيان التالي، مين اللي بيضحكوا فيهم اكتر؟ اكتبوا لنا بقى في الكومنتات. وبرضه قولوا لنا جاءنا البيان التالي عايزين نعمل له مراجعه زي ما عملنا مراجعه لفيلم الناظر. خلاص استاذنكم بقى اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب، تفعل الجرس لو انت اول مره تشوفنا. لو انت من العتاوله اللي عارفيننا من قبل كده هتلاقي قناه في سلسله تقييمات، يعني بنقيم حاجات سواء جديده او قديمه، وفي كمان ملخصات، فلو معاك وقت وباقه ارجع بقى واتفرج على الحاجات دي. لو الفيديو عجبك ابعت انشر كلم درمغ، ما عجبكش قول لي مش عاجبك. برضو ما تنسوش الاقتراحات، قولوا لنا ايه الحاجات اللي انتوا عايزين نعمل لها مراجعات سواء قديم او جديد. يعني احنا دخلنا في الافلام بس برضو مكملين لسه في المسلسلات. ودلوقتي نختم بالكلمه بتاعتنا، كلمه ايه؟ غوره.